سلام لحبابي الزينين، قريب منكم ومن البعيد. ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم لاباس. اليوم جيت نشارككم عشاء خفيف وظريف مع الزوج. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب، ويلا نبداو على بركه. دونك حبابي الزينين، اول حاجه عملتها الكسره، ولا كما يقولوا بعض المناطق الرخصيص. دونك للمبتدئين عملت انا 3 كيلات نتاع سميد متوسط، وعملت لكل كيله مغرف صغيره تاع ملح. وانا هنا البنات مولفه نعمل عيني ميزاني للزيت، مي الوحده اللي ما تعرفش دونك تقدر دير كاس تاع 220 مليلتر كيل بيه ديك الزيت باش تجيها كسره مضبوطه في المقادير تاعها. بيان سور نبلوها بيان هكذا ونبسوها مليح بيها. عملت لها البنات سانوج والجيجلان. يا ابخي نعملوا مغرف كبيره تاع خميره مع مغرف كبيره سكر، ونبلوها بيان سور بالماء دافي، نعجنوها هكذا لا شويه حتى تاخذنا كسره طريه، تجينا عجينتها مليحه. خلوها ترتاح. يا بخي زيدوا عجنوها مليح باش تجيكم ملسه. يا بخي كوروها وديروها على حسب المقدار اللي عندكم. انا هنا البنات جابت لي 3 كريات ولا 3 دوائر تاع الكسره. شوفوا بعد ما عجنتها كيفاه راهي ملسه. دونك لازم تمحقوها مليح لهذيك السميد. يا بخي نطيبوها وتاخذنا لا كولور هذيك الدوري تاعها مع شويه احمرار. والاحمرار هذا بسبب السكر اللي نعملوه في الخميره. دونك يتفاعلنا تخمر الكسره وتحمر او ميم طون. يا بخي كنت البنات وجدت حبيبات نتاع كبده درتهم لفائف، حاجه بسيطه وخفيفه وظريفه. دونك غسلت الكبده. هنا البنات الكبده اللي عملتها تاع البقري، شوما تقدروا ديروا بالغنمي ولا ديروا دي مورسو تاع اللحم، كل واحد واش متوفر عنده. هنا درت لها شويه تاع خل وغسلتها بيان. يا بخي قطعتها هكا ديكاري، درتهم ديكاري متوسطين هكذا. نديروا لهم الملح والفلفل الكحل، تقدروا ديروا لهم راس الحانوت ولا الفلفل العكري الحار اللي يعجبكم. خلطوها بيا كده مع بعض باش يتنكه لنا مليح هذيك الكبده، تجينا بنينه او ميم طون. يا بخي سخنت مقله ودرت لها شويه تاع زيت مع زبده، ونحطوا فيها دوك الحبات نتاع الكبده ياخذوا لنا جست كولور ويطيبوا لنا شويه مليح من داخل. بيان سور لازم تحركوهم بما يتحرقوا لكمش على جهه. على بالنا البنات بلي الكبده تاع البقري شويه عاصيه في ثيابها، دونك لازم تصبروا عليها حتى تحسوها طريه. بابور للكبده تاع الغنمي تجينا طريه وبنينه ما شاء الله. دونك نقدروا مش شرط نحطوها في المقله طول نشويوها وتجينا طريه. مي تاع البقري لازم تاخذنا شويه طياب. يا بخي كنت وجدت شحمه تاع البقري تاع الغنمي عفوا. دونك غسلتها مليح بالخل وخليتها ابار، حط لها شويه ملح باه ما تجيناش صامته. نقطعوها هكا شرايح ولا شرائط. وبيان سور خيرو موصو يكون معليش مليح. ونلفوا بها هذيك الكبده. والبنات هنا ما تقطعوهاش شرايط طويل بزاف باش ما تعذبكمش، ومام في الشكل تاعها يجي باهي. نعملوها في هذوك الاعواد تاع الشواء. البنات انا هنا استعملت العواد نتاع الحديد، تقدروا ديروا ميم تاع الحطاب هذوك، كل واحد واش يناسبو.
مي انا جينيرالمون البنات بليزيور فوا يتحرقوا لي، دونك ما عادش نعمل بيهم. عليكم بعد ما كملتهم كامل سخنت مقله هكذا تاع الشوا، جيست ما دوبلنا هذيك باك الشحمه وتاخذ لنا البنه في الكبده. هنا البنات اعتمدت على البابي كويسون باش ندير لا فابور، دونك حطيته في الماء وعصرته وغطيت به هذيك اللحم. هذه مجرد فكره. وما يتحرقش، هذه الحاجه المليحه فيه، دونك ما تخافوش منه البنات. اي ابخي البنات كومان ديسير عملت الفريز، دونك قطعته دي غونديل ودرت له شويه نتاع غرنادين والمزهر. تقدروا البنات ديروا في عوض الغرنادين ديروا بالسكر كما الطريقه تاع بكري وخليوه يتنكه بيان. يا ابخي ديكوريوه باللي يعجبكم، تقدروا ديروا له ورق النعناع ولا ديروا له لا كريم شونتيي اللي يناسبكم. هاي لكم الريزلت فينال تاع العشاء. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو وخديتوا فكره على حاجه بسيطه للعشاء. وما تنساوش البنات كما العاده دعموني بلايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. ما بقى لي هنا غير نقول لكم سلام وتهلاو في روحكم.